نزلت من السفر لقيت حماتي واخو جوزي كمان حاكمين عليا لا اكل ولا اشرب ولا اخرج ولا حد يدخل لي ولا حد يخرج لي الا باذنهم. وكمان فوق كده كمان المصروف اللي جوزي هيبعتهولي حماتي هي اللي هتبقى متحكمة فيه. طبعا ده كله ما كنتش اعرف عنه اي حاجة. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد ونكبر يا احلى عيله. يلا بينا اشوف ايه اللي حصل معايا لما نزلت من السفر. وكمان كنت عايشه في بيت عيله، وبيت العيله ده كان فيه سيلفي عايش معانا، هو ومراته واولاده وكمان حماتي وجوزها واللي هو حمايه يعني، وكمان غير الاربع عمات اللي هم اخوات جوزي البنات اللي بيجوا كل جمعة، اللي بيتحكموا بيتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة في حياتي. انا اتجوزت من هنا وطلعت على السعودية، عشت عيشتي كلها هناك، معايا 4 اولاد. نزلت بال4 اولاد من هنا ولقيت اتفاق ما كناش متفقين عليه تماما بين جوزي وبين حماتي، اللي هو لا تاكلي ولا تشربي في شقتك، اكلك وشربك علشان انت جوزك مش موجود معانا تحت. غير كده كمان لما تيجي تخرجي لازم تعدي على سلفك اللي هو اخو جوزي، اعدي عليه الاول اقول له انا خارجه او مش هخرج او هعمل، والكلام ده قبلها بيوم. يعني ما ينفعش كده ابقى لابسه واعدي على حماتي او على سيلفي واخبط عليهم واقول لهم يا جماعه انا ماشيه دلوقتي مثلا وهتاخر ساعه او ساعتين. لا، لازم الكلام ده يكون قبلها بيوم، ويا عالم حماتي او سيلفي يوافقوا او ما يوافقوش. طبعا الكلام ده انا ما كنتش اعرف عنه حاجة. ده غير كمان المفاجأة اللي انا لقيتها ان لما حد يجيلي البيت، حد يدخل بيتي يعني امي او اخويا او ايا كان اللي هيجولي، لازم يكونوا مستأذنين قبلها بيوم او يومين علشان يا عالم برضو يوافقوا او يرفضوا. تحكمات غير طبيعية بالمرة. واللي كمان لقيته من سيلفي ان هو كده، ان كان عاجبك تعيشي كده عاجبك، ما مش عاجبك كأنه بيتكلم كأنه جوزي يعني. المهم جينا عند وقت المصروف اللي جوزي هيبعتهولي، لقيت حماتي بتقولي المصروف بتاعك هيتبعت علينا احنا، ولما تاخدي مصروف او تاخدي اي حاجة هتاخديها مني انا، وتقولي لي انا هتصرفي ايه وهتعملي ايه. المهم ما عجبنيش الوضع طبعا. رجعت لجوزي. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه بتتابعوني لأول مرة ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ورجعت لجوزي علشان احكي له على اللي بيحصل معايا، لقيته عارف وبدراية بكل حاجة بتحصل. يعني مامته واخوه قايلين له على كل حاجة بتحصل. ده خرجت، ده راحت، ده جت، ده مش عارف بتصرف كتير، ده بتجيب شوكولاتات، ده انت بتشقى وبتتعب هناك وهي هنا ما هيش حاسة بالتعب بتاعك. بتصرف الفلوس بتاعتك اللي انت بتشقى بيها وتعبك وشقاك دوت في اي حاجة. ومسخنينه عليا. وكمان لما ابتديت اتكلم معاه وقلت له انا مش هينفعني الوضع ده، انا مش حابة الوضع ده، قال لي هي دي عيشتي وان كان عاجبك. انا دلوقتي معايا 4 ولاد، اروح بيهم فين وانا مانيش عارفه اتصرف باللي انا فيه. حاولت معاه مره واتنين وتلاته ان هو يتراجع عن اللي بيعمله ده، طبعا ولا حياة لمن تنادي. عادي جدا جدا جدا. يعني بيبررها لي بصفة ان هم خايفين عليا انا بدون راجل، انا جوزي مغترب ما هوش موجود. قلت له طيب ما انا عايشة في وسطهم في وسط العيلة اهو، بس ازاي ان هم ياخدوا الفلوس؟ افرض عايزة اشتري حاجة، افرض عايزة اعمل حاجة. طبعا مامته كانت مصنفه له ان انا بشتري بقى شيبسيات وحاجات، بطلب اكل دليفري، ما بطبخش في بيتي، بجيب بقى العاب للولاد، بجيب كلها حاجات رفاهيات، ما بشتريش الضروريات طبعا. انا دلوقتي يا امنية بقت حياتي عبارة عن مراقبات في كل حاجة. طبعا انا مش شايفة ده مع سلفتي تماما، وما بيحصلش. سلفتي بتاكل هي وجوزها وعايشين هي وجوزها في قلب شقتهم، انا بس بولادي علشان جوزي مغترب. لازم ان انا انزل اكل تحت في بيت العيلة. ده غير بقى كل جمعة وكل خميس وجمعة التجمع العائلي بتاع ال4 اخوات، ودي كارثة في حد ذاتها. غير ما هم بيتحكموا وبيأذوني انا وولادي بالكلام، لا انت لابس كده ليه، لا انت عامل ايه، لدرجة ان هم اللي بيحكموا احنا هناكل ايه. يعني لو يوم خميس وجمعة يتصلوا بمامتهم احنا عايزين ناكل كذا، احنا عايزين نعمل كذا. فطبعا انا ما عنتش عارفة اتطلق
وامشي واسيب اسيب له الدنيا كلها بقى كده واسيب ولاده، انا بين نارين مانيش قادره ان انا اسيب ولادي. حطوا نفسكم مكاني، انا بين نارين مش قادره ان انا اسيب ولادي وامشي. وفي نفس الوقت إيه لو مشيت هعمل ايه وهتصرف ازاي؟ وهي ديت العيشه، هعمل ايه واتصرف ازاي؟ يا ريت تقولي لي حل، ويا ريت السكاكر كمان في الكومنتات يقولوا لي حل اعمل ايه واتصرف ازاي. حبيبه قلبي، حلك الوحيد ان هو ترجعي لجوزك تاني، ترجعي جوزك تاني تعيشي معاه رجلك على رجله، عايش بره عيشي معاه بره، عايش جوه تعيشي معاه جوه، ده اللي انا اعرفه. انما ان انت تعيشي في وسطهم هنا يبقوا عارفين عنك كل كبيره وصغيره، وهتخرجي امتى وهتطلعي امتى وهتستأذني كمان، لا ده تحكمات زياده عن اللزوم. وكمان هي جابتها له او عرفت تلفها له لفه هدايا ولفه جاتوهات كده، وادتها له صح على على طبق من ذهب زي ما بيقولوا. وطبعا هو في الغربة ما هوش شايف حاجة، ما بيسمعش ولا بيشوف، هي دي اللي بتوصل له كل حاجة. ودي غلطتك ان انت سبتي السايب في السايب، وسبتي ان هو يسمع او يتسمع من حد غيرك. جوزك انت اللي تقولي له، انت اللي تعملي له، جوزك ده مملكتك الخاصة. حاولي انت بقى تتدخلي معاه كده وتظبطي اللي هي بوظته، وتفهميه ان الدنيا ما هياش متظبطة احسن حاجة، وان ولاده مش مرتاحين. لعل وعسى، وكل واحدة ليها اسلوبها مع جوزها، لعل وعسى كده يرجع والامور تهدى. ربنا يهديهولك يا رب، ويهدي لنا ازواجنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. انا هنا بقى يا حلوين دخلت على اوضه الاطفال زي ما انتوا شفتوها في الاول كده، كانت في حاله جالي انهيار اعصاب لما شفتها. ده يوم، انا في يوم واحد بس فيه انا تعبت والله العظيم، يوم واحد بس دخلوا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحميهم يا رب، اولادي واولادكم جميعا، دخلوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو ده. كان جاي انهيار اعصاب حرفيا والله العظيم. المنظر صعب، واللي هم عاملينه هدوم على الارض بقى وكتب، وطبعا ده كل حال البيوت المصريه كلها. قومي كده وتنشطي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وابتدي كده خلصي روتينك اليومي، وخلصي كده اللي وراكي. ما تستسلميش لتعب، ما تستسلميش لأي كلمة سلبية حد يقولها لك، انتي اللي هتعملي نفسك بنفسك. دخلي كده الطاقة الإيجابية في بيتك، وما تسيبيش القرآن، شغلي القرآن جنب منك كده على طول، وطاقة إيجابية. وابتدي خلصي حاجتك وراكي كده، اقري قرآن طول ما انتي شغالة، استغفري، هتلاقي الدنيا خلصت معاكي، وهتلاقي الراحة النفسية في بيتك. والله العظيم امشي بس ورا كلامي، وأنا بقولك نصيحة أنا ذات نفسي عملت بيها، اعملي بيها، ويا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم، ويا رب يكون استفدتم مني زي ما بستفيد منكم في آرائكم في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد وطاقة إيجابية جديدة وروتين حماسي جديد، وإن شاء الله هنتحمس كلنا مع بعض.